احنا جايين نفحص الانترا اتش دي في مكان بقى، يعني عايز اقول لكم مكان، بصوا، في اخر بلاد المسلمين. طيب احنا عايزين بقى نشوف، بسم الله، العربيه دي فيها ايه، واحده واحده مع بعض كده هنفحصها، كل خطوه خطوه. تمام. تمام. لا لا لا، ده انا بمسح بايديا كده، اضمن من الفوطه. ممكن تبقى فيها اي زفاره تبوظ لي الجهاز. فخلينا كده ايه، بالايد افضل. بسم الله. هي العربيه متلمعه قبل كده، خلي بالك، يعني بولش وكومباوند. عادي، مش مشكله. برضو الموديل برضو نتكلم في ست. بسم الله. مفيش هنا تعابين ولا حاجه؟ ها؟ الحته دي ما فيهاش تعابين؟ بحب الصحراء. دي الملحوظه اللي انت بتقولي عليها؟ بص. خلاص. الجنب ده انا بس انت مكانك بعيد شويه. بعيد. اه. عندنا كان في خط هنا. انا عايز اعرف بقى الدار ده فيه رش ولا هو استعجال بس؟ هقول لك حاجه، هو لحد دلوقتي استعدال بس، فاهمني؟ حط صداده ورا هنا، فتح فتحه وحط صداده ودقدق لحد ما عدلها. بس انا المنظر ده مش عاجبني، ولا عادي؟ والله احسن ما تترش يا باشمهندس. مع اللحم كده. انا عامه كده هدخلك الجهاز، الكاميرا هنا اهو في الفخده دي، تمام. ونشوف في حاجه جوه ولا لا. تمام. لان ممكن يكون قطع يعني في الصاج ولا حاجه. ممكن يكون قطع في الصاج ولا حاجه، ويعالجها بقى بايه. في حيل كتير قوي بيعملوها البوهيجيه، يخلي الجهاز ما يقراش معايا، يقرا لي ان هي فابريك. فاهم قصدي؟ فلا، الكاميرا هتخش بقى تشوف الدنيا فيها ايه. تمام. بس كل ده كده فابريكا اهو، ما عندناش فيه اي حاجه، ما شاء الله. هندخل الكاميرا ونتاكد فابريكا فعلا ولا. هي اصلا الفابريكا بتاعتها بتقرا كام؟ والله بص، هي حسب يعني مثلا القايم بيختلف عن راقي الصاج، بيختلف عن راقي الباب. فاهم قصدي؟ انت عارف السيستم ماشي اه. هنخش بقى على البابين التانيين. احنا كده عندنا فابريكا كبوت، فابريكا باب سواق، الباب التاني اللي ورا ده راشش، والفخ ده رش. تمام. بسم الله. هنا فعلا مظبوط، من هنا وهنا. ما انت عارف كل حاجه اهو يا عم، جايبني اعمل ايه؟ اقول لك يعني هو دايما شخص محترم صادق، بس برضه ايه، هو مش اول مالك. وسواس. وبعدين في حاجه، بص اقول لك على حاجه، صلي على النبي. انت الجراج ده بينك وبين بيتك قد ايه؟ حوالي ربع ساعه. يعني انت مش قاعد فوق الجراج؟ لا. يعني مش شايف العربيه 24 ساعه؟ لا طبعا. لو لا قدر الله اتخبطت، ايوه. بتاع الجراج هيوديها علشان خاطر ما يتحملش مشكله معاك، يوديها تتعمل بسرعه. طبعا ما بيسيبش مفتاح. انت فاهم قصدي؟ تتعمل مكانها. فاهم؟ يعني في حلول، يعني اقصد ان انت ممكن لا قدر الله حاجه تحصل في عربيه وانت سايبها في مغسله، سايبها في مركز خدمه، سايبها في جراج، وانت ما تعرفش، تيجي تبيع يا باشا. في ناس انا بشوفها بتبقى بقول لك العربيه بتاعتي كانت سليمه. ايوه، انا بفحص كتير. صاحب العربيه اتفاجئ مع اللي اشتري. بلاقي الناس اتفاجئت جامد. معنى كلامه ان هو استغرابه ده دليل ان هو ما كانش يعرف، وبيبقى اول مالك.
يا باشا في توكيل بدون ذكر اسماء. لا في توكيل بدون ذكر اسماء. مهندس الاستقبال خد العربيه يطلع يجربها بعد ما خلصت ميكانيكا. صاحب العربيه ما كانش موجود، العربيه اتخبطت، دخلوها اتردت بسرعه وسلموها له. وما يعرفش عنها حاجه وهو اول مالك. طيب يبقى احنا كل في العربيه دي عندنا كان في خبطه في الجنب ده هنا كده بالظبط. المنطقه دي كلها كده فيها نسبه معجون مع الباب، ولقينا سمكره في الداخل على البارد هنا. المنطقه دي كلها كده. دخلنا طبعا الكاميرا من جوه الرفرف، لقينا الدقدقه لكن مفيش لحمات ولا مفيش لحمات. باب الشنطه سليم، الجنب اليمين ده كله سليم، ما عندناش فيها اي مشاكل. عندنا الرفرف ده، الرفرف الامامي شمال يمين العربيه كان في خبطه هنا، كان في خبطه في الجنب ده، وفي شايله معجون راشش الرفرف مع جزء من الاكسدام ده. بقيه العربيه لقيناها كلها فابريكا. فحصنا طبعا الموتور لقيناه محتاج طقم سيرفيس كامل. عددها مظبوط، مفيش اي مشاكل بالكمبيوتر. فتيس طلعنا جربناه وما عندناش فيه اي مشاكل. تكييف كويس ومفيش اي مشاكل برضو. 4 فرد انتاج 23. الاستبن بس هو اللي قديم حبتين، لكن بقيه العربيه كويسه ومفيش فيها اي مشاكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.